قبل بداية الفيديو ندعوكم إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كشفت تقارير صحفية عن إصدار مشرعي كرة القدم التابعين لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا جديدا يقضي بتطبيق البطاقة الزرقاء خلال مباريات كرة القدم. وحسب ما أوردته صحيفة التلغراف البريطانية، فإن البطاقة الجديدة تقضي بطرد اللاعب من ورقة الميدان لمدة 10 دقائق بعد ارتكابه لأخطاء ضد الفريق المنافس أو الاحتجاج على الحكم. ووفق المصدر، فإن قانون الحصول على بطاقتين صفراوتين ثم الحمراء يسري كذلك على البطاقة الزرقاء، كما أنه في حال تلقى اللاعب بطاقتين مختلفتين الصفراء والزرقاء يطرد نهائيا من الملعب. ومن المرتقب أن يتم تجريب هذا القانون خلال فترة الصيف القادمة على أن يعمم تدريجيا على باقي الدوريات.